السلام الإخوان ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو زوين ومشوق عن ما تنتظره المواجهة الشرسة بين مدربين محنكين محترفين السكتوي والسلامي في المباراة النهائية، وعن تصريحاتهما على شكل رسائل قوية مباشرة. خوتي الكرام، فما عليكم غير تتبعوا الفيديو حتى الأخير. ما تنسوش معكم واحد جيم وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. يلا نبداو على بركة الله. قبل ما تسدل الستارة على بطولة كأس العرب 2025 وقبل ما ترتفع الكأس المنتظرة في سماء الدوحة، كتب القدر فصل استثنائي جديد في كتاب الكرة العربية. فصل عنوانه المغرب ضد المغرب، وصراع بطموحين وروح وحدة يعني مقسومة على جوج ألوان. في ليلة كروية عامرة بالمشاعر، قدر المدرب المغربي جمال السلامي يقود منتخب الأردن لإنجاز تاريخي ما سبقش ليه بعد ما خرج المنتخب السعودي بهدف واحد، ووصل النشامة للنهائي ديال كأس العرب لأول مرة في تاريخهم. إنجاز يعني ماشي سهل، بل نتيجة يعني خدمة طويلة وصبر تكتيكي وإيمان قوي بالقدرة على المنافسة الكبار. يعني في الندوة الصحفية اللي جات يعني بعد الماتش، ما خباش السلامي فرحته الكبيرة، ولكن في نفس الوقت كان واعي بحجم التحدي اللي جاي. تكلم بهدوء وعارف يعني بأنه واثق بأنه يعني تايق في راسه وبنبرة المدرب اللي عارف الطريق يعني باقي ما سالتش. وأكد أن مواجهة السعودية كانت يعني من أصعب مراحل البطولة، خصوصا قدام منتخب عامر بالأسماء القوية وكيقودوا طاقم فني محترفة. وكشف السلامي على التفاصيل زادت من قيمة الإنجاز، ملي تكلم أن على ثلاثة ديال اللاعبين الأساسيين ما كانوش يعني جاهزين بدنيا واضطر يخليهم في الاحتياط. ومع ذلك السيناريو يعني ما تبدلش، حيث الروح القتالية والانضباط والعزيمة كانوا حاضرين بقوة. وحول الصعوبات لدافع والضغط لطاقة إيجابية خلت الأردن توصل للنهائي. وأكد المدرب المغربي أن حلم التتويج يعني ما تولدش بعد نصف النهائي، بل كان هدف من أول ماتش في البطولة. وقال أن المجهود اللي داروه اللاعبين طوال المشوار يعني ما مشاش هباء، بل تكلل بوصول محطة تاريخية اللي كتعتبر خطوة كبيرة باش يكتب اسم أردن بحروف من ذهب في سجل كأس العرب. يعني 5 ديال الانتصارات متتالية، ضرب النشامة موعد ناري في النهائي قدام المنتخب كيعرفوا السلامي مزيان، وهو منتخب بلاد الأم المغرب. وهنا القصة كتولي يعني رواية أكثر تعقيد وإثارة. من جهة أخرى ديال المشهد، يعني المنتخب المغربي الرديف كان كيبعث رسائل قوية لكل واحد يعني راهن على التعثر ديالو. يعني ثلاثية نقية في شباك الإمارات، أداء مقنع، سيطرة تكتيكية وشخصية ديال البطل بانت يعني في اللحظات الحاسمة. والنجم الماتش بلا منازع كريم البركاوي فتح التسجيل برأسية قوية في الدقيقة 28، وأكد مرة أخرى أنه واحد من أخطر المهاجمين في البطولة، ورفع الرصيد ديالو لثلاثة ديال الأهداف. ولكن البركاوي من بعد صافرة النهاية رفض ينسب الإنجاز لنفسه، وشدد أن السر الحقيقي كاين في الأداء الجماعي والروح القتالية العالية. قالها بوضوح: المنتخب المغربي لعب بتركيز عالي من الدقيقة الأولى، والتزم بالخطة وتحرك يعني كيد وحدة. وهذا هو اللي دار الفرق في الماتش. ما كانش يعني سهل كيف ما كتبان يعني النتيجة. وما نساش البركاوي يشكر الجماهير المغربية اللي حضرت يعني بقوة من كل مكان، وأكد أن الدعم ديالهم كان يعني وقود إضافي خلى اللاعبين يعني يقاتلوا حتى آخر دقيقة قبل ما يزيد أشرف المهديوي الهدف الثاني، ويطلق عبد الرزاق حمد الله رصاصة الرحمة في التوقيت بدل الضائع، ويعلن رسميا تأهل أوسط الأطلس للنهائي. أما بالنسبة للمواجهة اللي جاية ضد الأردن، كان البركاوي حاسم، يعني ما كاينش فرق في المنافس. التركيز غير على الذات والهدف واضح، يعني نرجع بالكأس للمغرب فقط. وفي وسط هذه الأجواء المشحونة، خرج المدرب الوطني طارق السكتوي يعني بتصريحات كتعكس الهدوء والثقة ديالو. أكد أنه ما كيفرقش بين الأردن والسعودية، يعني بجوج منتخبات أقوياء وكيستاهلوا الاحترام. وشدد أن التركيز يعني ديالو كامل على اللاعبين ديالو، وعلى كيفاش يعني يدخل النهائي بعقلية الانتصار. السكتوي يعني ما خباش تمنياته بالتوفيق لولد بلادو جمال السلابي. اما في نفس الوقت يعني كان باين في النهائي ما كاينش يعني بلاصه للعواطف، غير الخدمه والانضباط والبحث عن التتويج. وهكذا وصلنا للمشهد الاخير.
نهائي كأس العرب 2025 المغرب الرديف ضد الأردن. المنتخب الأول مدرب مغربي ضد منتخب بلادو، لاعبين كيتقاتلوا على المجد وجماهير يعني كتحبس النفس باش تعرف شكون غادي يكتب التاريخ. المغربي أكد الهيمنة ديالو ويرفع الكأس، ولا الأردن غادي يكمل الرحلة ديالو ويصنع المفاجأة الكبيرة؟ الجواب غادي يكون في التيران. يلا نشوفكم في فيديوهات أخرى، مع السلامة.